هكذا ودع قضاء طوس خرمات المنكوبة 10 من أبنائها خلال اعتصامهم على الأحداث الدموية التي تدق أبوابهم بشتى الطرق. أما البعض فشاءت الأقدار أن تأخذ بعضا من أعضاء جسمهم ليحكى للأجيال القادمة ما جرى على التركمان. ومن أجل تقليل معاناتهم وآلامهم زار مسؤول منظمة بادر فرع الشمال السيد محمد مهدي البياتي والوفد المرافق له مستشفيات كركوك للاطمئنان على صحتهم. زرنا مع الكادر الطبي لمستشفى آزادي جرح التفجيرات والاعتداءات الأخيرة التي حصلت في قضاء طوس خرمات. فعلا المنظر يؤلم، المنظر يحزن، ناس أبرياء، شباب وشياب وعوائل ونساء مقطعة الرؤوس والأيادي والأطراف. نطالب من خلال هذا المكان واقعا يدمي القلب بالنسبة لنا أن يكون حد لهذه الاعتداءات، أن يكون حد لهذا الإجرام بحق أبناء التركمان في كركوك وفي طوس وفي آمرلي وكل هذه المناطق التركمانية. الجرحى من جانبهم صرحوا للغدير الأحداث التي كانوا قريبين منها، حيث أرادت إيقاع أكثر الخسائر البشرية في ساحة الاعتصام من أبناء المكون التركماني الموالون لآل البيت عليهم السلام. طقت الأول واحد طقت يم الستوتة، يعني مخلي المطار يم الستوتة مالتي، الستوتة راحت تفلشت، فبس بوعنا على الدخان شفنا طقت الثانية يمنا، ما حسيت بس دقيقة واحدة رجلي مقصوصة كأنها هيك يعني بالقاع، لا أقدر أشيله ولا أقدر أتحرك. دقيقة واحدة يعني كنا بعد الانفجار كان هناك 50 متر غادي، ما طول بس أريد أرجع شوية شبرا اللي ورا طقت حزام ناسف يمنا، وبس صار قدام عيني أسود. دقيقة واحدة فوقات شفت رجلي مكسوسة منها هيك. كان ما أدري ما الطور قال لي أمس السيارة توقف، صار طقة يعني قوي. بعد شوية يم الخيمة قدام الخيمة، بعد إحنا وقعنا، بعد ما عرفنا إلا بالمستشفى. التنظيمات الإرهابية الموجودة في العراق والتي تدعمها بعض الدول التي تكن عدائها لهذا البلد تحاول إفشال العملية السياسية فيها. أما الاعتداءات على المكون التركماني بشكل عام في المناطق التي يقطنوها فهي اعتداءات متعمدة، هذا ما أكده مسؤول فرع الشمال لمنظمة بادر. هناك استهداف لكل العملية السياسية الجارية في العراق من قبل الدول وكذلك من قبل تنظيمات إرهابية مدعومة من هذه الدول. أما استهداف التركمان لا بشكل خاص، هناك استهداف متعمد للمكون التركماني في العراق بشكل عام وفي مناطقنا في هذا. من محافظة كركوك نجف أغلو، الغدير.